بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك. يقال في المثل اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، لانه لو حدف الناس بالطوب هيردوا عليه وهيكسروا الازاز. اذا كان النادي الاهلي بيقول ان في ملف هيقدمه للكاف او لاتحاد الكوره اذا تم استثناء الزمالك من موضوع الرخصه الافريقيه او الحصول على مهله او الحصول على مده تانية، هيعترض املا ان هو يبتعد عن المشاركة في بطولة الكونفدرالية ويشارك في دوري أبطال أفريقيا بدلا من الزمالك. فالأهلي آخر دخل في أزمات وورطة. سبحان الله. الأهلي بقى عليه ديون لمدربين ولاعبين بالجملة، آخرهم تروب مساعدين مليون و200 ألف يورو. مارسيل كولر شوف لي قد إيه. أشرف داري عايز عقده كامل مع إن كان الأهلي بيدفع له الإعارة بتاعته، عايز حوالي 2 مليون دولار. مش عارف رضا سليم، قصص ومواويل وحكايات، والأهلي داخل في أزمات. كان هو بيعايروا الزمالك اللي عليه 17 ولا 18 قضيه، فهم هيبقى عليهم قضايا كتيره جدا جدا بتليد اعتراف الكابتن احمد شوبير في البرنامج بتاعه. قال لك الاهلي داخل على ازمه ماليه طاحنه. سبحان الله، شوف مليارات اتصرفت وما خدوش اي بطوله. بدايه من كاس العالم وانت ماشي بقى الدوري وكاس مصر ولا في سوبر ولا في بقى في كونفدراليه. بس كان بيهدد، فالاهلي بقى في ورطه اخر. الاهلي في ورطه بعد تهديد الزمالك. سبحان الله. سيبنا بقى من الاهلي نخش على تصريحات الاخ زيزو. الاخ زيزو بيقول ان اللي بيجنيه الزمالك ده بناء على اللي هو بناه. بنات ايه يا كابتن زيزو؟ طب ما انت كان اولى النادي الاهلي تحقق معاه بطولات، ما بنيتش في الاهلي ليه؟ وايه اللي انت بنيته؟ يعني انت اللي كنت مدرب بتاع اللعيبه مثلا؟ انت اللي كنت بتدفع المستحق بتاع اللعيبه؟ انت كنت بتقبض من ممدوح عباس كل شهر؟ يعني انت اللي بنيت الفرقه؟ اه انت كنت لاعب مهم، ما نقدرش ننكر. كنت لاعب مهم في الفرقه وكنت ايقونه، ولو كنت فضلت في نادي الزمالك كان هيتعمل لك تمثال والجمهور كان شارك على دماغه. لكن مش انت اللي بنيت الفريق، مش انت المدرب. ده انت كنت بتقعد احتياطي، كان بتحايلوا على المدرب عشان يلعبك. لكن مش انت مش الزمالك بيجني اللي انت بنيته. انت بتقلل من قيمه اللعيبه الموجوده. هو عبد الله السعيد كان موجود وانت موجود؟ هو بيزيرا كان موجود انت موجود؟ هو شيكو بنزا كان موجود انت موجود؟ هو عودة الدباغ كان موجود انت موجود؟ هو محمد اسماعيل كان موجود وانت موجود؟ يعني انت انسان غريب، يعني انسان غريب وتصريحات غريبه. انت اتكلمت وقلت الناس بيضحكوا في وشك ومن وراك بيتكلموا عليك، وطبعا انت معروف بتقصد مين. كنت بتتكلم ساعتها على اوضه اللبس بتاع النادي الاهلي، ممكن ناس تضحك في وشك، ممكن ومن وراك يتكلموا عليك يعني. وبعدين هو السؤال دلوقتي، هو زيزو طالع دلوقتي ليه؟ ايه يعني؟ المفروض ان انا يعني لما بستضيف حد يا كابتن سيف، بستضيف حد عشان عمل انجاز مثلا، او عمل بطوله، او عمل خارق، او حديث السوشيال ميديا. لكن هو زيزو عمل ايه اصلا مع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي الثالث، ولا كاس مصر ولا دوري ولا بطوله افريقيا. فايه يعني المناسبه ان انا استضيفه يعني؟ فتصريحات غريبه وعجيبه هل هدفها بقى ان انت تغطي على فوز الزمالك بالدوري؟ لا، الناس لسه فرحانه ولسه بتحتفل لحد دلوقتي. الموضوع اللي عايز اتكلم فيه تاني موضوع التطبيق. بس برضك يا جماعه الجمهور مش يعني الجمهور مش هيحل 18 قضيه. الجمهور مش هيدفع 300 مليون جنيه. يعني لجنه الاستثمار لما اجتمعت وقال لك احنا بنعول على الجمهور على مليون زي ما هو حرام. وما انت كمجلس اداره شغلتك ايه؟ بتعمل ايه؟ فايدتك ايه؟ جاي ليه؟ ممدوح عباس متخلى عنك خلاص، قال لك ماليش دعوه بموضوع القيد عشان انتوا السبب فيه. فانت لازم تدور على حلول، وانت لجنه الاستثمار دي يعني لازم تشوف حلول. بتجتمع وبتعمل توصيه لمجلس اداره ان التطبيق ده ممكن، ما انت هتحل لك ماشي، هتحل لك قضيه مثلا 20000 دولار، 50000 دولار بالكتير قوي. لكن واحد زي ابراهيم رضاي ده مثلا مليون و800 الف دولار، هتحل مشكلته ازاي؟
هتحل مشكلته ازاي؟ هتحل مشكلته ازاي؟ فلازم يبقى في تحرك، لازم يكون في تحرك. الموضوع كده ما ايه، ما الناس ما تنامش عليه. وبعدين لازم تبدا تقعد بقى مع الجهاز الفني، كابتن معتمد جمال وجون ادوارد، تشوف بقى الدنيا اخبارها ايه، تمشي ازاي. في لعيبه لها مستحقات ماليه لازم تاخدها. في موضوع الرخصه الافريقيه والرخصه المحليه، قدامك لحد اخر النهارده كام، 25، يعني قدامك 6 ايام، وعندك العيد هيبقى اجازه 4 ايام، يعني ده يوم 31 ده هيبقى اجازه اصلا. لازم تتحرك من دلوقتي. كل يوم هنقول الكلام ده، كل يوم هنقول الكلام ده، كل يوم هنقول الكلام ده. السؤال اللي عايزين نطرحه برضك، يعني اين نجوم الزمالك من قناه الزمالك؟ انا شايف كل النجوم بيروحوا قنوات تانية، طبعا عشان الفلوس، مفيش مشاكل. لكن برضك قناه الزمالك آه، يعني ليها برضك، يعني ليها في النادي، عشان تعلي حتى القناه، ما تسيبهاش كده. يعني نفسنا نشوف الكابتن معتمد جمال في قناه الزمالك الحوار، نفسنا نشوف الكابتن عبد الناصر محمد في قناه الزمالك، نفسنا نسمع جون ادوارد نشوف دماغه فيها ايه، نفسنا نشوف في الونش عدي الدباغ، ناصر منسي، كله طالع في قنوات تانية ومش حدش قناه الزمالك. بقت يعني للاسف بقت قناه تقليديه، هم نفس الضيوف، هم نفس الناس المداخلات، هم نفس الكلام، مفيش جديد. يعني حتى الاحتفاليه بتاعه الفوز بالدوري لم تكن على المستوى، لم تكن على المستوى، للاسف الشديد لم تكن على المستوى، مستوى الحدث ان الزمالك يفوز ببطوله الدوري بعد موسم شاق، وبعد كثير من الازمات والمعاناه من ايقاف قيد وغيرها 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 وغيرها. ومع ذلك احتفالات لم تكن على المستوى. يعني مثلا ممكن قناه الزمالك تتبنى احتفاليه كبيره بالدوري، تذيعها، هي اللي هتذيعها حصري، تجيب اعلاناتها، تجيب دخل النادي، تتعمل داخل نادي الزمالك، تتذاع مباشر على قناه الزمالك، تجيب الفنانين الزملكاويه كلهم، شوف هتجيب دخل قد ايه، تحل لك قضيتين ثلاثه من القضايا بتاع ايقاف القيد. التيشيرت بتاع الزمالك ازاي ان احنا نسوقه كويس. انت ما عملت موضوع التطبيق دوا، ابلكيشن دوا، ويعني فك معاك شويه، ممكن بقى تفك في حاجات تانية لو في فكر. لكن انا شايف الناس زي ما بيقولوا كده بالبلدي مبلطين، مبلطين في الخط، مش في دماغهم، مش في دماغهم حاجه، مش في دماغهم حاجه، مش عايزين يعملوا حاجه، مش عايزين يشتغلوا. الفتره الجايه دي يعني شغل بقى، انت خدت الدوري ما تنامش على الدوري، انت مالكش اصلا مساهمه او دور زي ما بيقولوا في الفوز بالدوري، مالكش اي دور خالص. على الاقل حل مشاكل، الناس بتجيب لك الدوري، حل مشاكل. يلا كل سنه وانتم طيبين.